الست ماري شامة امرأة عظيمة بقضاء جبال. ما في بيت بقضاء جبال غير ما بيعرف الست ماري شامة، وبيعرف تضحياتها بهيدا القضاء. امرأة عظيمة وقفت حد زوجها بكل الظروف، وقفت حد زوجها بالسياسة، وقفت حد زوجها بالطب، وقفت حده بالاجتماعيات، ووقفت حده بالبلدية. انت وزوجك كان لكم أيادي بيضة بكل قضاء جبال، وتابعتي هيدا الشي مع أولادك. ربيت عيلة معروفة كلهم إلهم أيادي بيضة بالقضاء ومحبتهم للخير، كل واحد بنطاق عمله. وقفتي حد المريض وسيتيه بمرضه، وقفتي حد الناس بالسياسة الشريفة، كنت حاضرة بكل مناسبات أهالي قضاء جبال، مش بس أهالي مدينة جبال. عملتي قيمة للامرأة المتواضعة المحبة اللي مش ممثلة. بكل تواضع زرتي كل بيت ووقفتي حد كل إنسان، وبكل شرف، ولا مرة كان عندك غاية معينة. كنتي حد الناس بأفراحهم وبأطراحهم، وما زلتي رغم سنين عمرك امرأة نشيطة وحاضرة ومؤمنة بقضية هيدا البلد، وإن الست العظيمة هي اللي بتشتغل بصمت، وهي اللي بتوقف حد الناس دون تربيح جميلة، وأكيد من دون ما يكون عندها حب الظهور وعمالة هي اللي بتحكي عنها. اليوم ابنك الدكتور شامة عم بيكمل هيدا المسيرة، بالإضافة للمسيرة الصحية الطبية، المسيرة الخدماتية بقضاء جبال، وفي كل الصفات اللي بتتمتعي فيها أنت والدكتور أنطوان شامة الله يرحمه، وكمان ولادك الباقيين مكملين المسيرة كل واحد بمجاله. دكتور أنطوان الله يرحمه زوجك ما كان في بيت إلا ما كان يزوره، ولو ما كان في حده ست مثلك ما كان قدر يقوم بهذا الدور، وفاتح بيته لكل مريض. كانت الناس تدق عليكم الباب بالليل وبأيام الأعياد، ولا نهار كان عندكم راحة، ولا نهار حضرتك تكرهت بالناس أو حسستيهم أنت وزوجك أنه هيدا الوقت مش مناسب. بالعكس جندتي حالك وعائلتك وولادك وكل الناس لخدمة الناس، وهيدا الشي منفتقده بهيدا الأيام. كنتي مثال كل الستات قضاء جبال، وأوحيتيهم لإلهم بالخدمة العامة. كنتي مثال أعلى وعلمتيهم كيف عن جد بتكون الخدمة العامة، مش بالقول بس، بالفعل كمان. ولا يوم فتشتي على موقع، لأنه الموقع هو موجود بقلوب كل شخص بالقضاء. ست ماري، أنت إنسانة متواضعة، محبة، مؤمنة، شريفة، حكيمة وقوية. أنا بفتخر إنه اليوم بعيد الأم موجودة حدك بهذا التكريم، لأنه كل يوم أنا وغيري بنتعلم منك. ينعاد عليك ست ماري. اليوم هو عيد الأم، شو بتحب توجهي كلمة لكل أمهات لبنان؟ بحب وجههم كلمة يكونوا كلهم متواضعين ويحبوا الناس ويستقبلون. طول عمرك، ونحن بنتمنى لك طوال الصحة وتدلك بهيدا الهمة. ميرسي، الله يحفظك. وأنا عندي ابني جوزيف مستشفى وعم يخدم الجميع. أكيد طول عمره.